ايه رأيكم في أكلة سهلة وبسيطة وبنجيبها بفلوس كتير من بره؟ هنعملها في البيت، مش هتكلفنا أي حاجة. الحاجات كلها موجودة عندنا في البيت. صدور الفراخ انت مربية الفراخ عندك أو شارياها، بتبي تسوي الفراخ وبتسيب الصدور حتى ولو نص صدر كده، بتسيبي كل مرة تسيبي شوية بشوية كده، تعملي كمية، تعمل وجبة. معايا صدور الفراخ بس متلجاها، مش متلجاها قوي عشان تعرفي تقطعيها، تبقى سهله معاكي في التقطيع. ما تبقاش انك انت دابحه الفراخ لسه وجايباها طازه وتقطعيها، لا مش هتعرفي تقطعيها، هتتهري منك. او متلجه قوي هتبقى جامده، مش هتعرفي تقطعها. اهم حاجه السكينه تبقى حاميه وتقطعي صدور الفراخ دي شرايح. هنعمل شاورما النهارده، احلى شاورما هتعمليها، احسن من الشاورما السوري اللي انت بتشتريها من بره، مع توميه حلوه كده انت عاملاها في البيت. كل حاجتك انت عاملاها في البيت، ضامنه نظافتها وجودتها، ولا حاجه اللي انت عاملاها في البيت كلها موجوده عندك، ما اشتريتش حاجه من بره. صدور الفراخ دي احنا كنا مربيين فراخ وعامله فراخ فشلت الصدور. اللي ما يربيش ما ياكلش. انت مربيه طيور، هتاكلي احلى اكلها، هتعملي كل يوم كل ما تيجي تذبحي هتعملي منهم اكله شكل. الفراخ قطعناها زي ما حضراتكم شايفين كده، حطيناها كده في البوله دي. ومعانا التوابل اللي هنحطها عليها، خلطة مشاوي بتاعت الفراخ وبابريكا وكاري وكركم وشوية كزبرة صغيرين وفلفل اسود والسبع بهارات وحبهان وملح، واهم حاجة تظبطي الملح. وكوباية لبن رايب من اللي كنا عاملينه وحاطينه قبل كده في الفريزر، قلنا وقت ما نحتاجه نلاقيه. او كوباية زبادي ونص كوباية زيت. كل دي المكونات دي. والليمون 3 ليمونات عندك. عصير برتقان هتعملي برتقانتين ببعضهم وتعملوهم كوبايه عصير وتحطها معاها. اي حاجه تحطها في مرنج الفراخ بيخلي طعم الفراخ حلو وريحتها حلو. الفراخ بالذات تحط لها اي حاجه بتخلي ريحتها حلو. الليمون، البرتقال، الحاجات دي، الحاجات العطريه دي بتخلي ريحتها حلوه وطعمها حلو. كل ده هنقلبه مع بعضه مع خلطه الشاورما السوري. والثوم، الثوم انت طحناه من عمام، ما هوش قطع صغيره. والخلطه الشاورما كل ده قلبناه مع بعضه حلو. هنحط خلطه الشاورما دلوقتي مع الثوم في الاخر كده هنقلبهم. تحطهم في الاول معاها عادي. هو المفروض يتحط في الاول خلطه الشاورما والثوم، كل ده يتقلب مع بعضه حلو، وتدخلي كل المكونات في بعضها وتحطها في التلاجة ساعه لو انت مستعجله. عايزه تسيبها، كل ما تسيبيها كل ما تاخد من طعم الحاجات اللي حطاها دي. ولو حاطه البرتقال بيخلي طعمها حكايه، بتاخد من طعم، بيخلي ريحتها حلوه وطعمها حلو. كل ده هنعمله مع بعض ونحطها في التلاجة في كيس كده، نقفل عليها في كيس ونسيب. معانا التومية اللي هنعملها، اسهل تومية تعملها، تومية كريم وطعمها خطير. التومية اللي هنعملها دي، معايا راس توم كبيرة وقطعتها كده، حطيتها في الكبة، ما عنديش كبة هعملها في الهون وادقها حلو كده، هنعمها حلو. وبعد كده احط كوباية لبن رايب وشوية زيت خيط صغير كده تنزلي عليها بيه، وشوية ملح وشوية الليمون، عصرتين ليمون كده، وتحطيها فيها وتضربها في الخلاط لما تبقى كريمي، طعمها حلو وريحتها حلوه. وانت عاملاها في البيت، اسهل توميه تعمليها، ولا حطيت عليها بيض ولا نشا ولا اي حاجه خالص. معايا شويه زيت في الصينيه، وهنعمل الفراخ الشاورما اللي احنا كنا حطيناها في التلاجة. يا حبايبي كل دي احلى شاورما تعمليها لو انت بتشتريها من بره. شوفي السندوتشات تكلف قد ايه. لو انت اسره كبيره هتجيبي سندوتشات لده كله منين؟ انما انت بتعمليها في البيت، بتعملي كميه كبيره وعايزه تكتري الكميه، بتحطي عليها بصل وفلفل الوان. كل ما تحطي عليها بتكتري الكميه. بس انا عملتها كده لحد التسويه، وبعد كده شلت منها وهي كده من غير ما احط عليها فلفل وبصل، وشلت منها للسندوتشات. عايزه تزودي شويه، حطيت فلفل وبصل وزودتها شويه علشان خاطر عدد الاسره تكفي. واللي عايز ياكلها بعد كده ياكل بعيش، ياكل باي حاجه اللي هو عايزه، برز، باي حاجه، بمكرونه، اللي هو عايز ياكل بيه. عملتها كده، فرطها في الصينيه، خدت لون وخدت صدمه. وانت لو هتعملي تحطي معاها البصل والفلفل الالوان، هي اول ما تاخد صدمه وتغير لونها كده، حطي معاها البصل والفلفل الالوان عشان كله يستوي مره واحده، علشان خاطر الصدور دي ما غيبتش في التسويه. انما لو هتعمليها ما تسيبهاش لما تستوي خالص، وبعد كده تحطي الفلفل والبصل والحاجات دي، علشان خاطر بتبقى مستويه او تتهري، والفلفل والبصل بيبقى لسه ما استواش. او تشوحي البصل والفلفل وتضيفيه عليها، ياخدوا بس من طعم بعض كده في الاخر وخلاص.
اظبطي الملح اهم حاجه، تبقى الحاجه مظبوطه في الملح، وشويه فلفل اسود. وحطينا الحاجات دي كلها، الفلفل والحاجات دي كلها. معايا الجلاش، ورقتين اتنين من الجلاش هفردها كده توميه. لو في كاتشب هتحط شويه كاتشب كمان، بيخلي ريحتها حلوه. تحطها على الجبنه الموزاريلا والحاجات دي بيخلي طعمها حلو. ومحمره معاها شويه بطاطس. البطاطس دلوقتي رخيصة، هاتي لك كيلو بطاطس 2 كيلو زي ما انت عايزة تحمريهم، بتبقى مقرمشة وطعمها جميل. واحنا قلنا قبل كده انواع البطاطس اللي للتحمير بتبقى طعمها حلو وبتبقى حلوة في التحمير. ما خدنا الفراخ اللي خدناها قبل ما نحط لها البصل اللي احنا عملناه الشاورما دي، مع البطاطس مع الجبنه الموزاريلا وزيتون وفلفل من اللي احنا كنا مقطعينه للشغل. خدنا منه فلفل اللي هو الاخضر والاصفر والاحمر طعمه حلو، وهو لسه طري كده، وحطيناه عليه ودهناها بالزيت. لفينا الساندوتش الجلاش وقمنا دهنينه بالزيت، والصينيه مدهونه زيت وحطها على النار. زيتون مخلي، جبنه الموزاريلا مخليه طعمها حكايه. وكل الحاجات دي اصلا حاجتك انت عاملاها في بيتك ضمن نظافتها، وعارفه انت حاطه مكونات ايه فيها. لو عندك الخضار ورقتين هم الخضار الكزبره بيخلي طعمها حلو. شويه ورق كده من الكزبره تقطعي تحطيه معاها بيخلي طعمها حلو وريحتها حلوه من جوه الساندوتش. هو الجلاش بيبقى مستوي من بره ومن جوه، لا تقولي هو مستوى بس من بره ومن جوه عجين، لا، ومستوي من كله، لانك ما كترتيش الطبقات اللي انت عاملاها. وانت بتلفي لو عايزه تجيبي الجوانب على بعضها كده وتلفها تقفليه حلو براحتك. عايزه تسيبي زي ما انا كنت سايباه كده وتعمليه على النار براحتك. عايزه تحطيه في الفرن تدهنيه وتحطيه في الفرن في الصينيه كلهم، كل السندوتشات تلفها كده وتحطها في الصينيه في الفرن زي ما انت عايزه. كل واحده ولها طريقتها في اكلها. بس عملتي كمية سندوتشات كتير كفت أسرة كبيرة، ما كلفتكيش أي حاجة وما خدتش أي وقت. انت عملتها في بيتك، يوم خفيف كده عدى سهل عليكي في الأكل. لايكات وتعليقات وشاروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. الجلاش زي ما حضراتكم شايفين كده مقرمش، بعمله بالسكينه كده، مقرمش وجميل وطعمه حلو ومن جوه مستوي، والفراخ مستويه. الفراخ اللي انت حطيتي عليها الفلفل والبصل تعمليها السندوتشات برضو طعمها حكايه. لو عملتها في السندوتشات هتعملي في عيش سوري، تعملي في عيش مخبوز من اللي احنا بنخبزه، تعملي في عيش من اللي بتجيبيه من المخبز. كل واحد وامكانياته وكل واحد وحسب ما بيعمل. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.